السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير متابعينا الأعزاء. كما أشرنا في النشرة الأسبوعية الفارطة، مرتقب تطورات أو التقلبات الجوية على أجواء البلاد ابتداء من نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع نتحدث عشية السبت الأحد وبداية الأسبوع المقبل بالتوالي. ممكن جبهات السيناريوهات لحد الآن من ناحية التراكمات جد مختلفة بين نماذج التوقعات العالمية، لكن في المجمل نقدر نقولوا ان هناك مؤشرات ديال التقلبات. ما يمكنش زعما نقولوا ما غيكون والو، ولكن كاين تاثير. حتى الارصاد الجويه خرجت في منشور خاص اليوم قالت بلي ان نهايه الاسبوع هناك تاثيرات مرتقبه ان شاء الله. اذا لاحظوا معايا تاثير في نهايه الاسبوع بعد خميس وجمعه مستقرين، يعني الخميس والجمعه مستقرين، اي نتحدث على 13 14 فبراير. ابتداء من عشية السبت يبدأ التثير على المناطق الوسطى للبلاد. نتحدث على جهة سوس ماسا أخيرا، ونتمنى تبات جليا، نتمنى تبات جليا الحالة. بحكم أنها حوض علوي صراحة. كانت القراءة ديالي في النشرة الأسبوع كانت شوية خاطئة. كانت قلت أنها حارة مركبة بين ما هو مداري وما هو أطلسي، لكن في الحقيقة أنها هي حالة أطلسية نقدر نقولوا محضة، حيت الرطوبة المدارية لم تصل. هي هذه الرطوبة المدارية هذه اللي كاينة في مالي جنوب موريتانيا لم تلتقي مع الرطوبة يعني العلوية. يعني يعني المرتقبة تكون يعني في أفق نهاية الأسبوع. لاحظوا مرور الرطوبة من المنخفض، المنخفضات العلوية في الطبقات الوسطى تقريبا نتحدث على واحد 5 كيلومتر من سطح الأرض. النظام الجوي منخفض، ديال الضغط الجوي المنخفض كيأثر على أجواء البلاد في هذا إن شاء الله في هذه الفترة ديال نهاية الأسبوع. إذا أصدقاء، التأثير غيكون على سوس مسا قلوميم ودنون تقريبا. قد يشمل إن شاء الله المرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، أيضا السفوح هي الغربية والشرقية. نتحدث على الجنوب الشرقي وأيضا الغربي، بحال كنهضروا على فاش كنقول السفوح الغربية وبن بلال الخنيفرة مراكش اسفي. أيضا لا ننسى أن الضفة الأطلسية ممكن أن تصل التساقطات بكميات تبدو في المجمل معتدلة، الا من كل يقدر كاين احتمال مع هذا الاحترار اللي يكون في السطح يتحول بعض الخلايا، تكون بعض الخلايا الرعديه ويعطيها طابع رعدي، وبالتالي ممكن محليا تكون قويه. بالتالي نترقب في التحديثات المقبله. لاحظوا التاثير غيشمل ان شاء الله عشيه الاحد ايضا مناطق الشمال الشرقيه توريه وجده. في المجمل نتبعوا نشوفوا التراكمات هما هادو. تراكمات أظن قابلة للتغيير بشكل كبير في قادم التحديثات. لاحظوا كميات على الجنوب الشرقي، عودة الأمطار إلى المناطق طاطا سوس ماسا. نتحدث على تقريبا 3 أشهر بدون مطر، وربي يرحمنا ونتمنى يعني كميات تكون أفضل. صراحة أتمنى سيناريوهات أفضل، وأتمنى سيناريوهات استثنائية. لما لا تقدر تطور الحالة إلى ما هو قوي جدا، ونتمنوا ذلك. كتبقى سيناريوهات، ولكن لحد الآن جميع النماذج متفقة على أن الكميات غتكون معتدلة إلى قوية محليا. وسننتظر نماذج الأرصاد شنو غتقول في قادم يعني في قادم النشرات الإنذارية. أصدقاء، بعد نهاية الأسبوع كاينين جبهات نخليهم حتى النشرة الأسبوعية ونخوضوا فيهم. نتحدث على جبهة ديال 18 فبراير. ها هي شوفوها المرور ديالها سريع، لكن الكميات لحد الآن مخرجات اليوم كتبدو محتشمة. كاينة جبهة ديال 22 حتى هي بكميات أضعاف. للحقيقة بعد الانفصال الدوامة القطبية يعني بعد غدا تقريبا، آه، الأكبر مشكل هو أن المرتفع الأزوري يتمركز لينا هنايا في جنوب، انحاز جنوبا، وبالتالي الدورسال ديالو بقات كتمدد بحال هنايا، بحال كتبان بحال شي ماري بارومتريك ما كيتغيرش فيها البريسيون بزاف، ولكن كتبقى تحت علامات استفهام يقدر يحدث فيها الكثير. يا غيتقوى الازوري وبالتالي غيعمل بلوكاج، وبالتالي فقط المناطق، نتحدث على الاسبوع المقبل، هذه الحاله ديال الاسبوع المقبل، يقدر فقط المناطق اقصى الشمال الغربي هو اللي غيستافد. يا غتنزل الجبهه اكثر
توغل اكثر وتهبط اكثر، وبالتالي التيارات النفاثه يهبطوا اكثر، يديروا تقعر اقوى، وبالتالي نشهدوا جبهه نقدروا نصف شامله للنصف الشمالي للبلاد. وبالتالي نتمنوا خير ومناطقه الداخليه، نتمنوا خير ان شاء الله. ثقة نكتفي بهذا القدر من المعلومات. نلتقي في نشرات مقبلة. تابعوا كل منشوراتنا الخاصة يعني بتطور الطقس والتسجيلات المطرية. يذكر أن البارح شفت باللي تراكم النموذج الأوروبي قد يعطي كميات قوية محليا، لكن ما عطاش كميات قوية محليا. عاطي زخات محليا قوية، ولكن الكميات ما لم ترتقي إلى درجة أنها المسجلة أنه نقول عليها قوية. أكبر كميات سجلت في كل من أنجرة باب برد فنيدق بديت 9 مليمترات، ثم قصر كبير الرباط وأنجرة ب7 مليمترات، والرباط راه كان فقط كيتوقع واحد 2 مليمترات، وصلت حتى 7 مليمترات خصوصا على المناطق الساحلية الجنوب الغربي للرباط. لكن في المناطق الأخرى راه كانت قطرات نقدروا نقولوا دون 3 مليمترات 2 مليمترات. إذا أيضا كميات أخرى كاينة قنيطرة تقريبا بواحد قنيطرة بواحد 4 مليمترات ونصف، 5 مليمترات، شفشاون 3 مليمترات، طنجة ب3 مليمترات، تطوان 2 مليمترات ونصف. هذه ثانية الرمل، ولكن المدينة ممكن أعتقد ممكن تكون أكثر. العريش 1 مليمتر. والمعطيات أمامكم. في حين في الصباح الباكر دائما أجواء باردة وفي أثناء الليل، لكن في أثناء النهار تبدو الأجواء نوعا ما دافئة ونسبيا وفق وفوق معدلاتها الشهرية. إذن هذا فقط قوس بخصوص الحالة الماضية. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.